قصتي بدأت لما اشتريت الأرض الملبوسة. أنا أصلا ما كنتش عايز اشتريها، أبويا اللي أصر إن اشتريها وقال لي إنه هيشاركني. أنا أطلع الفلوس اللي حوشتها من تربية الكتاكيت، وهو يطلع الفلوس اللي حوشها من قراءة القرآن في الأفراح والمآتم. أقنعني وقال لي أعمل عليها مشروع صغير لتربية الكتاكيت. الأرض أصلا سمعتها وحشة في البلد، والناس بتقول إنها بتشوف عفريتة فيها، ولما كنا صغيرين كنا بنخاف نعدي من ناحيتها. أرض بور متطرفة عن البلد. أبويا قال لي مفيش حاجة اسمها عفاريت، وإنه هيقرأ على الأرض لما نشتريها. وبالفعل اشتريناها، ومع أول يوم اشتريناها فيه بدأت أحلم بحاجات غريبة وكوابيس. ده غير الجنية اللي بشوفها في الأرض. قلت لأبويا على الجنية اللي بشوفها في الأرض، اتريق عليا. تجاهلت أحلامي وفكرت في استثماري، مشروع الكتاكيت اللي هغزو بيه البلد. الأرض كان فيها أوضة صغيرة خالص واستراحة متواضعة جدا. حطيت في الأوضة الصغيرة خالص حوالي 15 كتكوت، وخليتهم اللبنة الأولى المشروع على ما أجيب باقي الكتاكيت، وقفلت عليهم. سبتهم في الأرض سواد الليل. ولما رحت الصبح اتصدمت من اللي شفته. ال15 كتكوت بقوا أكتر من 150 فرخة كاملين، والأوضة الصغيرة مليانة بيض. جريت على أبويا وما اديتوش فرصة، شلته مرة واحدة كده وحطيته على الحمار وخدته على الأرض. كان بيسألني طول الطريق في إيه؟ مرضتش أقول له، وقلت له لما نوصل يابا هتفهم كل حاجة لما نوصل. واد يا ماجد، انا سامع صوت فراخ كتير. مش انت قلت انت هتربي كتاكيت؟ أنا معرفش يابا، أنا حطيت 15 كتكوت لقيت المنظر ده. واد يا ماجد، انت بتتكلم بجد؟ أيوة يابا، هو أنا هزر في الحاجات دي؟ ما أنت سامعهم بيكاكا أهو. طب ازاي ياد يا ماجد؟ ها مش عارف يابا، بس شكل كلام الناس صح، والأرض دي معفرطة. معفرطة ايه يا ابني؟ ده رزق وعوض من ربنا، ربنا عالم بينا. ابا انا مش مطمن، خايف نفرح نلبس. اللي بيحصل ده مش طبيعي، انا مقلق وخايف. لا انت مش خايف، انت طاق. في ناس كده بتخاف من الفلوس لما تجيلها. هات ايدك نزلني من على الحمار. مسكت ايده ونزلته من على الحمارة، فنزل على الارض وقعد يحسس على الفراخ. ياه دول كتير قوي ياد يا ماجد. مش قلت لك يابا بالشكل ده لو سيبناهم لبكره هيملوا الارض ويطلعوا على البلد. اجري بسرعة، شوف تاجر فراخ يجي ياخده. يا رازق النملة ببطن الصخرة، الف حمد وشكر ليك يا رب. انت لسه هنا ياد، اجري يلا هات حد يشتري فراخ.